يا اهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني كتير. اللي ما يعرفنيش انا فاطمه، ودي قناه افكار. واللي اول مره يشوفني ما ينساش يشترك في القناه عشان فايته كتير جدا. احنا عملنا المخدات الفايبر، ودلوقتي هنعمل مرتبه. شايفين شكلها؟ استغفر الله والله. بس قبل اي حاجه يلا حطي لايك من ايديكي الحلوين، متاكده انك هتستفيدي من الفيديو ده. يلا بقى، شايفين الطبق ده معانا فيه ايه؟ صابون بلدي ومدوبينه بميه سخنه اهو، بيطلع معانا في الفرشه. هنروح ندعك المرتبه كده زي ما انتوا شايفين كده. دي طريقه، دي اول طريقه. هما معانا 3 طرق زي ما انتوا شايفين في الفيديو. الطريقه ديت حلوه قوي لو انت عندك الصابون البلدي، بجد تحفه. الطريقة التانية بقى، بصوا هندعك كده. احنا خلاص دعكنا، هننشف بقى بالايه، بأي قماشة عندنا. طب الطريقة التانية ده، عارفين اللي هو بتاع الصبغة، الأكسجين بتاع الصبغة دوت. حلو برضو، بس ما اعتقدش ان كل حد هيعرف يجيبه. انا كان فايض عندي، قلت اجرب، لقيته برضو بيعمل، بس ما انصحش بيه قوي. ما عجبنيش، يعني ما عجبنيش نتيجته مقارنة بالباقي. تالت حاجة بقى، تالت فكرة معانا، سترس اللي هو الدهون. ده اللي انا كنت عاملاه معاكم الفيديو بتاع البخاخات، بجد فظيع. مكوناته ايه؟ ب2 جنيه بوتاص من عند اي بتاع منظفات. هتقولي عاوزة ب2 جنيه بوتاص، وكيس جل برسيل جل او اريال جل او اي حاجة جل عندك. بصي حطيهم كده مع بعض في بخاخة، ودوبيهم بمية، بجد تحفة تحفة. وانا كمان هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الاخر لو محتاجين تعرفوا. البخاخات حرفيا بتنقذني في كل حاجة في البيت، فلازم تشوفوا الفيديو ده، يعني اللي ما شافوش فايته كتير بجد. فهنرش كده زي ما انتوا شايفين، وهندعك. انتوا شايفين هي مدورة اهي، هي مفروض في يعني دايرة. هتلاقوها دلوقتي راحت خلاص. انا اهو برش منه زي ما انتوا شايفين كده. بجد بجد حلو قوي. البوتاص دوت برضو هو اللي في الصابون البلدي، يعني الاتنين زي بعض. فبجد النتيجة حلوة قوي وابهرتني. وهتخلصيها في اقل من 5 دقايق. طب بس كده خلصنا؟ لا، احنا كده خلصت خلاص المرتبة. خلص المرتبة كلها دعك بقى بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين. وهنعمل ايه بعد كده؟ لا لسه فاضل بقى فيه اصفرار. انا كده خلصتها، بس فاضل فيه اصفرار. نعمل ايه؟ هنجيب طبق فيه ميه نضيفه عادي جدا، واي قماشه عندك، وهتعصريها خالص وتمشي على المرتبه عشان الاصفرار ده يروح. بس كده. وبقى تحطيها في اي، هتعملي الخطوة ديت كذا مرة. هتغيري المية في الطبق وهتعملي كده وتعصري، ونفس النظام كده. وبعد كده بقى تفتحي الشباك او تحطي اي مروحة. بجد المرتبة هترجع جديدة تاني. تحفة تحفة تحفة. يلا جربوها، قوموا جربوها. وادي النتيجة في الاخر بجد. يعني انا النتيجة عجبتني جدا، وفرحت ان المرتبة رجعت زي الاول. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون خفيفة على قلبكم. ما تنسيش اللايك لو استفدتي من الفيديو. وادي النتيجة قبل وبعد، بجد رهيبة. وهسيب لكم كمان الرابط بتاع البخاخات في اخر الفيديو، ما تنسوش تشوفوه عشان بجد هيعجبكم جدا. سلام.